مساء الخير. انا جاي اقول لك على حاجه مهمه جدا. في فتره كده من حياتك من بدايه سن 14 لحد اوائل العشرينات في الغالب يعني اي حاجه غلط انت بتعملها او اي عاده سيئه انت متعود عليها، سواء بقى كان اكل غير صحي او قله حركه او تدخين او قله نوم، ما بيبقاش ليها اثر ظاهر عليك. هقول لك ليه. لان جسمك بيتعامل في الفتره دي زي البطل في اي حاجه، يعني اللي هو ممكن تاكل لك 20 رغيف كبده وتنام وتقوم ولا في حموضه ولا في صداع ولا في الكلام ده خالص. والمشكله هنا انك ممكن تكون عايش وفاكر انك هتفضل تعمل الحاجات دي، هتفضل زي ما انت كده والدنيا حلوه وزي الفل. لكن للاسف بعد شويه هتتفاجئ، يعني مثلا من بدايه نص العشرينات كده لحد الثلاثينات وانت طالع هتلاقي بقى نفسك بتدفع ضريبه الحاجات الغلط اللي انت عملتها دي كلها، سواء بقى وجع في المعدة أو قولون أو وجع في فقرات الظهر أو صداع مزمن أو ضعف عام، أرق وصعوبة في النوم. يعني من الآخر خدها قاعدة عندك، مفيش حاجة بتعدي من غير حساب. كل حاجة بتعملها في حياتك عامة، سواء كويسة أو وحشة أو في جسمك أو في أي حاجة عامة، هتتحاسب عليها بطريقة أو بأخرى. الشخص اللي أنت هتكونه كمان 5 سنين هو اللي أنت بتبنيه دلوقتي من خلال عاداتك الغذائية أو مستوى حركتك. بتلعب رياضة ولا لأ؟ بتنام كويس ولا نومك مقطع ولا شغال ورادي زينا ولا حكايتك ايه؟ للنصيحة اغتنم وقتك وصحتك دلوقتي قدر ما استطعت، علشان فيما بعد هتحصد ثمار اللي انت بتعمله دلوقتي، سواء كان عادات سيئة او عادات كويسة، لان اللي متاح تعمله دلوقتي مش هيبقى متاح تعمله بعدين.